اما بقى في 2017 ضمينا سليمان كوليبالي. كلنا في 2017 لما شفنا كوليبالي قلنا ده ممكن يكون الهداف التاريخي للنادي الاهلي، ده ممكن يكون في يوم من الايام صاحب اكتر معدل تهديفي داخل النادي الاهلي. ولكن سليمان كوليبالي ابى ان يكون هداف التاريخي للنادي الاهلي، وبقدرة قادر وفي يوم وليله هرب وقال لك دول عايزين نسجد في التمرين لما اجيب جون. ما علينا، كلام مش عقلاني اكيد. ولكن ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي برضو دايما لما بيجي ياخد حقه بياخد على حقه بالعقل والقانون. فالنادي الاهلي طبيعي راح اشتكى الفيفا. كان ساعتها سليماني كوليبالي انضم لنادي النجم الساحلي التونسي. الفيفا ساعتها حكمت للنادي الاهلي بمبلغ 1,800,000 دولار. الضحك هنا بقى عزيزي المشجع الكروي الجميل، لك ان تتخيل ان بعد ما نادي النجم الساحلي اتغرم مبلغ 1,800,000 دولار، سليماني كوليبالي هرب من النادي النجم الساحلي. يعني هو هرب من الاهلي وراح لبس نادي النجم الساحلي في مبلغ ب1,800,000 دولار، لا وسابهم وهرب، يعني سابهم في الخيا وهرب. ولكن نادي النجم الساحلي ما عرفش ياخد مع سليمان كوليبالي لا حق ولا باطل، عكس النادي الاهلي اللي اتحكم له في قضيه سليمان كوليبالي مبلغ 1,800,000 دولار.